وهذه الامور تاع الفيونساي والراجل مع مرته مع الناس يتصوروا فيهم الناس، هذا الزواج هذا فضيحه. لازم الانسان يكون عنده النيف. الشباب اللي راهم عندهم هذه انواع تاع الحلاقه المثيره غريبه جدا، تلقاه داير فوق راسه شجره، زكش من نهار تلقى بالليل طلع له ثم ولصق، كون يطول واقف والله غريزي بالك تجيك الشيء يا ابن عمي وراك تشوف فيه هكذا تقول شنو هذا بزاف. دوك على بالنا ما نقولكش انا حفف كيما انا، ولا انا راني طاب جناني كيما قال رحمه الله. اخي معليش نقولها مات رحمه الله. فتلقى شويه قال ما نتنقص شويه هكذا، لانه القزع ما هو على الحقيقه ان تحلق وتترك، ليس مجرد الانقاص، بصح مش الدرجه انت يدير بدعه في راسك. في راجات دايرهم هنا طالعين هابطين وبنا وزوايا وتقول ضربوا التريسيتي، مش بزاف هذا والله، كانه سردوك نطلع هذيك كيما هكذا بزاف لدرجه قد هكذا بزاف، هذيك كيف راه يرقد هذا الوساده تاعو قداش الطول تاعها. اذا ولهذا والله ما هم باهيين، اسمحوا لي والله ما هم شباب. يعني كان مثلا دير حاجه وتخرج عليك مليحه نقول والله غير مسكين مفتون وعجبته روحه خليك يكبر ويضربوا التريسيتي راهم بعدين يولي يعرف، بصح ماكش باهي والله ماك باهي. روح شوف المرايه، ما نهضرش على البنات بزاف على بالك منا هكذا. لا دار رونالدو مثلث داروا مثلث، دار نايمار مربع داروا مربع، نحى راسه خلاص طيروا نحاوه. نعطيك مثال، جماعه الشورت بلونجليز اسمه الشارت، يعني حاجه قصيره مش غير البنات خلي بها يضحكوا عليكم اليوم. نقول لك واحد الحاجه والله، البنات متبرجات تلقى فيهم يصليوا اكثر من الشباب، انا نعرفهم لاني على علم، ممكن ما يديروش حجاب ولكن يصليوا، والولاد كثير منهم لا يصلي، لا يغتسل ولا يركع ولا يسجد، هذا واقع جبدناها برك. من بعدين قلنا هذو جماعة اللباس القصير، لما قلنا ان السنه ان الرجل يقصر ثوبه فوق الكعب او حتى الى نصف الساق وهي سنه نبويه، رفضها الناس وضحكوا من اهلها ممن يقصر ثوبه استنانا واقتداء. لكن لما خرج البونتاكور، لانه اختصار كلمه بونطالون كور يعني سروال قصير، لبسوه الكل. اللحيه ذن صحيت، اللحيه ولات موضه كي داروها اللاعبين تاع اوروبا وكذا، ولات لا مود، ما يصليش وداير اللحيه هائل. هذا خلي الناس تبدا بالذكاء وتطلع ولا تبدا بالضلال، كي تبدا تصلي وتصوم وتقرا كذا وتخطي الكبائر، ومن بعد دير تشبح كما نقولوا حنايا. المهم هما بداوا بهذا، فاللحيه لما امر بها النبي عليه الصلاه والسلام واتفق الائمه على وجوب اعفائها رفضها الناس، على بالنا داروها بعض الارهابيين وداروها داعش وداروها الشيعه آية الله العظمى وروح الله، لكن هؤلاء اليهود دايرين اللحيه، بصح سنه الفطره احنا نحترموها لانها سنه الفطره وسنه الانبياء. ما هناش لا دقيقه تزيد لي في الزيت وتقول لي. فقلنا نعطيك مثال على اعفاء اللحيه، اعفاء بدعه. بعض الناس كي يموت له واحد يخلي اللحيه 40 يوم ولا شحال هكذا، تولي لحيه الله يبارك تقول سيدي هذا واش بيه ذا، وقيل تاب كيما تبويو، هي تفوت 41 يوم ويحكمها منا ويعقب الحصاده هذيك. هذا اعفاء اللحيه بدعه، يعني تاثم على اعفائه. تخيل باش تعرف التفاصيل تاع العلم. وهذه العادات التقاليد تاع لانيفرسار، وهذه الامور تاع الفيونساي والراجل مع مرته مع الناس يتصوروا فيهم الناس، وش بيك هذا، وداخل الراجل في عرض نسوي يعفس ويلبس لها في الخاتم توكلوا في باتيسري، ما تنجحوا ما والو انتم. هذا زواج، هذا فضيحه، هذا موش زواج. لازم الانسان يكون عنده النيف. لا دوك الشيخ رانا تطورنا ومودرن وكذا، ماهوش تطور، هذا انحراف شديد عن الشريعه وعن الفطره.